4 أسرة فردية وبينهم حمام مشترك أكرمكم الله، حتى هو بنفس التجهيزات والمواصفات. توا خلينا نديروا دورة في جنان الخارجي، كل يوم يخشوا ينظفوه لك باش تلقيه نظيف والحوض معقم، مساحات خضراء واسعة وحوض كبير وقنية، واهم حاجة الغرسات في كل مكان. وما نبيش نحكي لكم على العطر متاعهم بنته في الشارع. واحنا وصلنا بعد العصر فهيك غسلنا الفاكهة متاعنا وبدينا نوتو في صفيرة العشية، اللي هي كانت عبارة عن قهوة وشاهي وشوية حلويات ومعجنات. بالنسبة للموالح والمعجنات جابتهم مرت خوي ربي يعطيها الصحة، اللي دارتهم لها ميمتها ربي يحفظها وبنتهم زي العسل. وبعد ما شربنا شاهينا وكلينا معجناتنا نخلي نعوموا ونغيروا جونا، وباقي الحاجات نديروهم غدوة مع تويست جرين بنكهة الليمون والفواكه مثل الحوض وغروب الشمس. كان هلبا أجواء حلوة. وآخر شيء كانت مبكبكة الفروج، باش قلنا خلي نتعشوها وتاني يوم نديروا فطيرنا ونديروا الشوام تاعنا. والحلو في الموضوع إن هي مع عائلتي ومع أبي ربي يحفظه. استنوا الفلوق الثاني للزردة اللي فيه الأجواء كلها. والسلام عليكم.